اوعى حد يضحك عليك او يفهمك ان في طريقة سحرية او سهلة هتخليك غني او مليونير بسرعة خالص. هو بس في عقلية او نفسية بتمهد او بتسرع انك ممكن تكون غني. في ناس دخلها زاد لكن قلقها زاد معاه. سيكولوجية المال The Psychology of Money للكاتب مورغان هاوزل هو من أعظم الكتب اللي غيرت نظرتي عن الفلوس. وعبقرية وحلاوة الكتاب ده مش بس إنه عن الفلوس، لكن عن كمان النفسية والتجارب الشخصية وعلاقتها بالفلوس. النهاردة مش هنتكلم عن أرقام وبس، هنتكلم عن إزاي اللي عشته أنت بيتحكم في كل قرار مالي بتاخده حتى لو مش واعي بيه. أنا نديم خورشيد، جهز فنجالك اللي بتحبه وخلينا نبدأ. كانت سنة 2011 وكنت شايف مصر كلها بتتغير من تحت رجلي. اتخذت قرارات مالية كتيرة جدا، وبعدين بعد سنين لما رجعت أحلل اللي حصل اتفاجئت. أنا مش كنت غلطان، أنا كنت خايف. وفي فرق كبير جدا بين القرار الغلط والقرار اللي اتعمل بخوف. في المدرسة كان في واحد الأشطر، صاحبه اللي اتعرف عليه بعد كده بيل جيتس، كان بيقول عنه إنه أكتر واحد موهوب في الفصل. الاتنين بنوا مع بعض برنامج لجداول المدرسة من غير أخطاء خالص. كان من المفروض يبقى المؤسس المشارك لمايكروسوفت، بس ما حصلش. مات قبل ما يتخرج. اسمه كنت إيفنز. مات في حادثة تسلق جبال قبل ما يكمل الدراسة. الاحتمالية 1 في المليون، نفس الاحتمالية اللي خلت بيل جيتس يلتحق بمدرسة ليك سايد في سياتل سنة 68. مدرسة كان فيها كمبيوتر في وقت كانت معظم جامعات أمريكا ويمكن العالم كله ما عندهاش كمبيوتر. في الاتجاهين في حظ أعطى كل حاجة، وفي حظ أخذ كل حاجة. النجاح مش بس مهارة، وده مش هيعجب ناس كتير. النجاح المالي هو مهارتك، الظروف اللي اتولدت فيها. حظ مش في ايدك خالص. ده مش معناه ان مجهودك مش مهم، بس معناه انك لما تحكم على نفسك بقسوة بعد فشل او تتكبر بعد نجاح ممكن تكون مش شايف الصورة كاملة. ومعناه كمان ان الناجحين اللي بتحاول تقلدهم ممكن اهم جزء في نجاحهم مش قابل للتقليد. واحد حقق 66% عائد سنوي، 3 أضعاف أفضل مستثمر في التاريخ، وجمع أقل بكتير من وارن بافيت. بافيت حقق حوالي 22% سنويا، أقل بكتير بس جمع أكتر. ليه؟ عشان سايمونز بدأ متأخر وبافيت ما وقفش. سره مش إيه اللي بيشتريه، سره إمتى بيوقف. والإجابة ما وقفش. مستثمر عمل 20% لمدة 10 سنين وبعدين وقف، ومستثمر عمل 12% لمدة 40 سنة واستمر. التاني بيكسب بفارق ساحق. الاستمرارية أهم من العبقرية. لو حد سألك إيه أغلى حاجة ممكن الفلوس تشتريها؟ ناس كتير مش بتوصل للإجابة دي بسهولة. الفلوس بتشتري وقتك. أعلى شكل من أشكال الثروة الحقيقية إنك تصحى كل يوم الصبح وتقول أنا حر، أعمل اللي أنا عايزه. كل جنيه بتوفره مش بس رقم في حساب، هو تذكرة استقلالية، تذكرة لمستقبل أنت اللي بتاخد فيه قرار وقتك مش حد تاني. في استراتيجية استثمار مثالية، يعني على الورق الأرقام بتقول 100% أسهم ومفيش كاش، بس في الواقع بيجي انهيار في السوق، ممكن خسارة 30%. بتشوف الأخبار، بتسمع الناس، بتحس بالخوف، والمستثمر العقلاني على طول بيبيع. لكن المستثمر المعقول اللي عنده شوية كاش وشوية أمان نسبي بيعرف ينام بالليل وبيفضل في السوق. الاستراتيجية المثالية ممكن تدمرك لأنك مش سبريدشيت، أنت إنسان. الاستراتيجية اللي تقدر تكمل بيها 30 سنة أهم من الاستراتيجية المثالية اللي هتسيبها في أول أزمة. خليني أقول لك حاجة شخصية. من 15 سنة تقريبا
أنا بعت بيت تاني ليا كان في منطقة ساحلية في مصر، مش لأن البيت كان وحش، بالعكس أنا كنت عامله على مزاجي يعني، ومش لأن السوق كان وحش. الحقيقة إن أنا كنت خايف، شايف الأوضاع مش أفضل حاجة، فحسيت إن أأمن حاجة إني أبعد الفلوس بره يعني. بعد سنين رجعت بصيت لقيت إن العقار كان بيحافظ على قيمته، بل في معظم الأحيان بيزودها. المشروع اللي بعت فيه أيام ما كان على ورق وبعد ما بعت بقى حقيقة، وفي ناس ساكنة ومباني موجودة، وسعره اتضاعف. المليون بقى 20 مليون وأنا ما كنتش موجود. ده مش معناه إن القرار كان غلط، بس معناه إن أنا ما كنتش عامل تحليل كويس. أنا ما كنتش غلطان، أنا كنت خايف، وفي فرق كبير بين الاتنين. اللي اتولدوا في التسعينات وعاشوا استقرار نسبي، مشاريع بتتبني، طبقة متوسطة بتكبر، دول أقدر على الاستثمار طويل المدى. لكن اللي شاف أحداث زي 2011 أو أحداث كوفيد أو حرب غزة أو حرب إيران وهو صغير، ده إنسان تاني، شاف عدم استقرار، شاف خوف، فطبيعي يتعامل مع الفلوس بشكل مختلف تماما. يحتفظ بكاش، يشتري ذهب أو دولار، لأنه مش واثق إن الحاجة اللي ثابتة النهاردة هتفضل ثابتة بكرة. وده مش غلط، ده كلام منطقي جدا. ده اسمه ذاكرة التجربة المالية. احنا مش بنستثمر بالأرقام بس، احنا بنستثمر بناء على اللي عشناه. كل ما تشوف عربية فخمة مش بتفكر في اللي جواها، بتتخيل نفسك انك جواها، وصاحب العربية بيكون بالنسبة لك أكنه مش موجود، غير مرئي يعني. وكل الناس بتعمل نفس الحاجة، فأنت بتشتري عشان الناس تاخد بالها منك، بس الناس مشغولة بنفسها. في كل جنيه بتصرفه اسأل نفسك، هل ده بيخدم حياتي ولا بيخدم صورتي وشكلي؟ وإمتى كفاية تبقى كفاية؟ التحدي بتاعك إنك لو فتحت كشف حسابك آخر 3 شهور، دور على حاجة واحدة اشتريتها عشان الصورة والشكل والمظهر، واسأل نفسك لو محدش كان هيعرف كنت هتشتريها. وفي الكومنتس كمل الجملة دي: وأنا صغير اتعلمت إن الفلوس. أنا نديم خورشيد، وأشوفكم في الفيديو الجاي.